لو عندك مانجايه واحده بس هخليكي تعملي اوستيك جيلاتي مانجا بدون سكر ولا كريم شانتيه، حاجه كده ترطب على القلب في الجو ده. من سهولتها هتقومي حالا تحضريها، سهله وبسيطه وكمان على قد الايد. هاي كوبايه ميه مغليه، هنزل عليهم بكيس من جيلي المانجا، هقلب كويس واسيبهم يبردوا تماما خالص. معايا مانجايه كبيره مجمده بالشكل ده، في الكبه او في الخلاط هنزل بالمانجا وبعدين بالجيلي بعد ما برد، وهبتدي اخفق في قوالب، اي قوالب عندك بقى سيليكون او قوالب عاديه. هحتاج القوالب بالشكل دوت، وكمان ستيك من الخشب برضو هحطه بالشكل دوت. وهبتدي انزل بقى بعصير المانجا اللي عملناه، هوزع كده كل الخليط، وبعدين هحط برضو الستيك الخشبي، وهدخله الفريزر على اقل من 4 ل5 6 ساعات. بالشكل ده هيكون جاهز معانا. هبتدي اطلعه بكل سهولة. اتمنى تجربوه وتقولوا رأيكم ايه. حاجة كده سهلة وبسيطة، وكمان هتفرح الولاد، بيطلع معانا بكل سهولة وبصحتين وهنا.